في بلاغ ضد رضا عبد العال. انا فرحان، يعني مفيش مشكله عندي خالص، ما تجيش يا زمالك عادي جدا. الكابتن محمود الخطيب كلم كولر وطلب منه طب ما تقول من الاول انا مش عايز العب النادي الاهلي، اصل ما تقوليش ان مباراه المصري واللي حصل هو اللي عمل كل ده. طبعا قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وندعي لاخواتنا في فلسطين يا رب انصرهم اللهم امين. طبعا حلقتنا واللي يعني مصر كلها بتتكلم في موضوع القمه ما بين الاهلي والزمالك، وهل الزمالك هيلعب القمه ولا لا؟ طب لو ما لعبش ايه اللي هيحصل؟ طب ايه طلبات الزمالك علشان ينسحب او علشان يلعب المباراه؟ عايز اقول لك ان طلبات الزمالك طلبات غريبة وطلبات يعني تعال نشوفها نقطة نقطة مع بعض. رئيس الرابطة قال ايه لأستاذ أحمد دياب؟ قال لهم أولا انتوا بتقولوا عدم تكافؤ الفرص وان انتوا مش تلعبوا الدور الثاني. طب انتوا أصلا لعبتوا 5 مباريات من الدور الثاني، أدي واحد. رقم 2 ودي المفاجأة يا عزيزي المشاهد، إن نادي الزمالك مع جدول الدوري من 23 فبراير، يعني من شهر 2 جدول الدوري معاك. احنا النهارده في شهر 6، حضرتك فين من شهر 2؟ طب شهر 3؟ طب شهر 4 عدي علينا؟ طب شهر 5 قول لنا اي حاجه. اخر حاجه بقى الزمالك قالها طب مش هلعب القمه. يا خلبوس انت، طب ما تقول من الاول ان انا مش عايز العب ماتش الاهلي. سهله، واضحه. اصل انت ما تحاولش تقول لي طلبات غريبه وانا هنا بتناقش مع المشاهدين، قولوا لي وجهات نظركم في التعليقات، تهمني جدا طبعا. طب ما تقول من الاول انا مش عايز العب النادي الاهلي، ويعني اصل ما تقوليش ان مباراة المصري واللي حصل هو اللي عمل كل ده. وبعدين انت لو ما لعبتش الاهلي دلوقتي وانسحبت يا سيدي من ماتش الاهلي، طب ما انت عندك بعديه سيراميكا وده ماتش في الدور الثاني برضه مش في الدور الاولاني. طب ما هو انت اصلا يا زمالك مؤجل لك مباريات من الدور الاولاني. ما هو انت يا زمالك كنت بتلعب في الكونفدراليه والاهلي بيلعب في دوري الابطال، فالاهلي مؤجل له والزمالك مؤجل له. فتعالى سكه ودغري وقول لنا ان انت مش عايز تلعب ماتش الاهلي. ماشي، تمام، نقبلها. نقبلها ليه؟ لان كنادي اهلي هو مستفيد. كنادي اهلي هياخد ال3 نقط من غير ما يلعب ولا يتعب ولا نقطة عرق. تاني حاجة الزمالك هيتخصم منه 3 نقط. تالت حاجة انت بتساعد الاهلي على الفوز بالدوري. انا اهلاوي، فيعني انا فرحان، يعني مفيش مشكلة عندي خالص، ما تجيش يا زمالك عادي جدا. خليك بقى قد قراراتك ونفذ كلامك وما تجيش مباراة يوم الثلاث. بس انا كل مشكلتي في حاجة واحدة، المنظر العام لمصر قدام الناس كلها اللي بتتابعنا. دي مباراة اهلي وزمالك، مباراة متشافة، مباراة عليها يعني ملايين ملايين بيقعدوا قدام الشاشات مستنيين المباراة دي. في ناس بره مصر ما بتتابعش الدوري المصري اصلا وبيستنوا المباراة دي يتفرجوا عليها. اللي حصل ايام المجلس السابق لنادي الزمالك وان لعيبه الاهلي كلهم، طبعا انتوا فاكرين المشهد المخزي، المشهد الحزين للكره المصريه، لعيبه الاهلي واقفين في الملعب واتوبيس الزمالك ما جاش. يعني وقعت اتوبيس الزمالك كلكم عارفينها طبعا، والاتوبيس لف وطلع على دريم بارك بدل الاستاد. فمهزله، مهزله وحاجه تسيء للكره المصريه وللرياضه المصريه. وفي الاول وفي الاخر انا بتناقش مع حضراتكم ايه هي طلبات الزمالك. هل هي حاجه منطقيه؟ هل الطلبات اللي انا كاتبها معايا النهارده دي هل دي حاجه يعني نبدا نتناقش فيها؟ وجهه نظري ان يعني طلبات غريبه جدا. عدم تكافؤ فرص، طب ما انت معاك الجدول من شهر 2. ما بعتش ليه طلب تأجيل أو طلب لعب مباراة الدور الأول؟ التحكيم ماله؟ ما هو جاملك وظلمك يا عم. لو افترضنا إن هو ظلمك فهو جاملك وظلمك يعني. وبعدين ده كل ماتش للزمالك تقريبا أو كل ماتشين، بلاش كل ماتش، ضربة جزاء للزمالك في كل مباراة يعني. طب نلغي الأهلي بس، طب ما تقول من الأول، ما تقول لك عايز تلغي الأهلي بس، ما سهلة أهي. عموما هنشوف هيحصل إيه. وطبعا اول ما هيجي لنا اي اخبار جديده هنعمل فيديو ونطلع مع حضراتكم على طول. الحاجه بقى التانية اللي عايز اتكلم فيها وهو ان الخطيب او الكابتن الاسطوره طبعا الكابتن محمود الخطيب
اتصل بكولر او كلم كولر وطلب منه الجاهزيه التامه لمواجهه الزمالك يوم الثلاثاء في 7 مساء. قال له كولر يا عم كولر جهز لعيبتك وجهز النادي الاهلي، ويعني اشتغل براحتك خالص كأن المباراة يوم الثلاث. فكولر بيقول له يا كابتن محمود ده السوشيال ميديا مقلوبة وبيقول لك الزمالك مش جاي. قال له يا عم كولر سيبك من القصة دي، ده ممكن يكون فيلم ونتفاجئ ان الزمالك جاي يوم الثلاث يلعب المباراة، فانت جهز نفسك على ان المباراة يوم الثلاث، والله في مباراة نبقى احنا جاهزين. طب مفيش مباراة نلعب تقسيمة مع بعض، مفيش مشكلة عادي قشطة خير. طبعا وسام ابو علي جاهز للمشاركة ان شاء الله، ده لو لعبنا المباراة يعني او لو الزمالك جه. دي كده باختصار اخبار النادي الاهلي. طيب معانا بقى خبر سريع كده، في بلاغ من الحاج عامر حسين ضد رضا عبد العال. طبعا رضا عبد العال كلكم عارفين انه بيطلع دايما يهاجم ويخبط ويشوط، ويعني برامجه كلها طبعا كلكم عارفينها. فمؤخرا طلع وهاجم قوي في الحاج عامر حسين او الاستاذ عامر حسين، رفع قضيه على رضا عبد العال. نتمنى طبعا الامور تهدى يعني. معانا بقى بعد كده حلقه انا يعني ارشحها لك بشده تتفرج عليها. الاعلامي المحترم اللي انا الصراحه بعزه جدا 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 ابراهيم فايق، طبعا كابتن سيد عن النادي الاهلي، واحمد عفيفي عن او يعني بيمثل نادي الزمالك. مختصر القعده كلها او مختصر اللقاء كله ان الكابتن او الاستاذ احمد عفيفي مقتنع تماما بالمظلوميه والمؤامرات، وان في مؤامرات بتتم على نادي الزمالك وان الاهلي بيتجامل. ده مختصر كلام عفيفي طبعا. طيب سيد عبد الحفيظ، مع احترامي للالقاب لكافه الاسامي اللي انا بذكرها يعني، سيد عبد الحفيظ الاهلي لو بيتجامل في مصر خلينا نقول ماشي الاهلي بيتجامل في مصر، تمام تمام تمام، هعمل نفسي مصدقك. طب وفي افريقيا؟ طب وفي كاس العالم للانديه الاهلي كسب الهلال السعودي واتحاد جده 4-3. فيعني التحكيم بيجاملك هنا في افريقيا وبره مصر، يعني انت بقى ده انت جامد جدا، ده انت واصل يا جدع مش ممكن. فالصراحه يعني الكابتن سيد طبعا ويعني لا يعلى عليه بجد، بيرد ردود وراجل مثقف، ويعني يذكر لك التاريخ كده. يعني هو كان قاعد في الحلقه قال لك بطولات افريقيا والحاصلين على دوري ابطال افريقيا، قعد يذكرهم لك سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه. ده يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه، مخه حاضر وذهنيا وفي الارقام والتواريخ. كابتن سيد يا جماعه قيمه كبيره قوي قوي قوي، ويمثل النادي الاهلي خير تمثيل فعلا بكل امان. اقوى تصريح قال لك المنافسه حاليا ما بين الاهلي والزمالك ما هياش منافسه، قال له دلوقتي بقت عباره عن قدره ورغبه. يعني الاهلي عنده قدره في الفوز بالبطولات، ولكن الزمالك عنده رغبه انه يفوز بس ما عندوش قدره. هو قصده ان الاهلي بيعرف يكسب البطولات، عنده القدره. انت كزمالك عندك رغبه انك تفوز، واي نادي عنده رغبه انه يفوز ولكن ما عندوش القدره. ركز في فريقك والاهلي يركز في فريقه، وده اللي متعودين عليه من الاهلي، وده فعلا اللي بيحصل في النادي الاهلي. ان النادي الاهلي بيركز مع نفسه وبس، ماليش دعوه بايا كان الخصم اللي قدامي مين، حصل ايه، الامور اللي بتحصل، الضجه اللي بتحصل دلوقتي عن الانسحاب. الاهلي مركز مع نفسه، الاهلي بيتدرب واللعيبه بتتدرب. المباراه يوم الثلاث، انت جيت اهلا وسهلا هنلعب الماتش، انت ما جيتش كتر خيرك ريحتني، كتر خيرك بدل ما اتعب وممكن معرض ان حد يتصاب لا قدر الله فانت ريحتني يا باشا، الف شكر. 3 نقط كده في جيبي وانا مروح وخلصت. فطبعا نتمنى الهدوء الفترة القادمة، ونتمنى الكرة المصرية يا جماعة ترجع بقى. يعني سيبونا من الكلام ده، سيبونا كل شوية انسحاب ومش انسحاب، ولا هرجع في كلامي، لا ما مكمل، لا مش عارف ايه، والجمهور يسخنك والجمهور يقول لك ايوه تمسك بوجهة نظرك، لا طب كاس الكرامة نحتفظ بكاس الكرامة وكرامتنا وما نلعبش. از يو لايك، براحتكم، عايزين تلعبوا المباراة اوكي،
مش عايزين تلعبوا المباراه، مفيش مشكله. انا كل اللي فارق معايا المنظور العام للكره المصريه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. اشوفكم دايما بافضل صحه وافضل حال. شكرا ليكم. سلام عليكم.